في حادث صادم أثار موجة استياء في تونس، عثرت الشرطة على طفلة مقيدا بسلسلة وقفل حديدي من رقبتها في منزل جدتها في محافظة سوسة وسط البلاد، وفق ما كشف مندوب حماية الطفولة بالمنطقة، مقيدة لمدة شهر. وقال المندوب في تصريحات لإذاعة أم التونسية اليوم الجمعة إن مواطنا تونسيا أقدم على تقييد ابنته البالغة من العمر 14 سنة بسلسلة حديدية داخل المنزل لمنعها من مغادرته، وذلك منذ 28 أغسطس الماضي، بعد أن قام بإجباره على التخلي عن دراستها. كما أضاف أن الطفلة الضحية تعيش بمنزل جدتها والدة الأب منذ طلاق والديها ووفاة أمها، فيما يعيش الأب رفقة زوجته الثانية بمنزل آخر، مبينا أنه جرى الكشف عن الحادثة البشعة بعد ورود إشعار على مصالح مندوب حماية للطفولة في سوسة حول شبهة تعرض فتاة قاصرة للعنف والاحتجاز. وأكد أن الفتاة في حالة نفسية سيئة وما زالت تحت الصدمة، موضحا أنه تم نقلها إلى مؤسسة رعاية مختصة ووضعها مع شقيقها تحت المتابعة النفسية. فيما أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالأب وزوجته. يشار إلى أن العقوبة التي تطال اعتداء أي من الوالدين على أطفاله القصر تختلف حسب درجات الضرر، لكنها قد تصل إلى 5 سنوات في حال تعرض القاصر لعنف شديد وسوء معاملة.